تعال أعرفك على أرخص هدية لعيد الأم، وإزاي تعرف الأنواع منه، وإزاي تختار اللوك من الشعب، تعرف تفرق. لو مهتمة بعنوان الحلقة كمل الفيديو للنهاية. يلا بينا. النهاردة هقولك على أرخص هدية لعيد الأم، وكمان هعرفك عليها وإزاي تشتري منها اللوكس والشعبي والوسط، وإزاي تفرق بينهم. بس يا ريت قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. على أرخص هدية يا ست الكل مج حروف. تشوف الحرف اللي انت عايزاه وتختاريه، وده في ناس كتير احيانا بتاخده جنب هدية او بتاخده هدية رئيسية على حسب ظروفها. يعني ده ثمنه من 15 ل 20 17 ونص في الحدود. انا قلت لكم الاسعار بتختلف على حسب الاماكن، 15 اقصى حد 20. ودي ارخص هدية متهيألي في عيد الام، منه جميع الحروف اللي انت عايزاها. ده بالنسبة لو حد عايز يقدمه هدية او جنب هدية مثلا. في ناس بتجيب حاجتين تلاتة مثلا الهدايا عيد الام، يعني ده ينفع جنب هديتها. دلوقتي ازاي اعرف المج اللوكس من اي كلام؟ هل بناء على السعر ولا بناء على ايه بالظبط؟ يعني لو لقيته غالي يبقى خلاص هو ده النظيف. طيب والمجات هي بيحصل لها، مش بتحصل لها ولا حاجه غير لما توجع. لا، المجات بيحصل لها الايد بتاعتها بتتكسر، وفي انواع رديئه جدا طبعا بتطرشق زيها زي الكوبايه القزاز بالظبط. فانا دلوقتي اقول لك تختاري ازاي مج كويس وبارخص سعر ان شاء الله، جودة عالية بأرخص سعر. بصي مبدئيا المج الصيني في المجات فيه أنواع كويسة خالص طبعا، بس الأغلبية بتاعه الصيني بيبقى شعبي. في خامات أعلى منه هقولكم عليه. تمام. انتي لو حابة تجيبي صيني، أول حاجة تبصي فيه من جوا، لقيتيه كده ناعم، لقيتيه مفيهوش كده مطبات زي المج اللي أنا ماسكه ده، تمام، يبقى زي الفل. زائد هتلاقي حيطانه اللي من بره دي يعني زي اللي محببة، او مثلا زي الحيطة المدهونة اي كلام. فده باين على الله واكبر انه خامة رديئة جدا. بعد كده الخامة التانية من المجات البورسلين. البورسلين في المجات اعلى من الصيني بمراحل، ويمكن اغلى طبعا. البورسلين هتلاقيه متشطب كويس، ناعم، مفيش مضبات من جوا ولا حاجة، وشكله خرافي، بس أسعاره غالية. تمام. ده عن البورسلين. البورسلين كويس أحسن من الصيني، لكن أسعاره غالية شوي. دلوقتي احنا عرفنا نوعين من المجات اللي هي الصيني والبورسلين. تفتكروا في أنواع تاني؟ في أنواع تاني. في الأركوبال. الأركوبال ده أعلى خامة فيهم، هم التلاتة. خامة الأركوبال اللي بتشتروه في النيش، تلاقيه خفيف وابيض ناصع، وده مج ممتاز جدا. زائد انه خفيف. اكيد البنات مش بتحب الحاجة التقيلة في ايدها، يعني لما تشرب نسكافيه ولا اي حاجة مثلا، فهتحب ده اكتر لانه خفيف جدا. وفي نوع رابع من المجات، بس ده يعني غالي جدا جدا. الخزف ده مجات غالية جدا. يعني مج الخزف دي بيبقى خفيف برضو زي الأركوبال، بس مش بيبقى أبيض، بيبقى لونه زي ده بالظبط، حاجة زي الأوف وايت كده. لكن هو كخامة طبعا ممتاز جدا. لكن بالنسبة لنخامة الخزف كلها مستوردة صيني، فغالي جدا. مش عارف الخزف إن كان بيتعمل هنا في مصر ولا لا، دي معلومة بصراحة ما عرفهاش. دول أشهر 4 أنواع من المجات. دي كانت حلقة عن المجات، وكمان أرخص هدية العيد الأم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسلامة، وأمهاتنا بخير وسلامة، وتعيشوا لكل سنة وتعيشوا وتجيبوا يا رب. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.